حاجات بتحصل حوالينا بتسيب وراها علامات استفهام كبيرة. طالبة بتقع من الدور الخامس في جامعة الزقازيق، الكل بيقول إنها وقعت، بس السؤال ليه وإزاي؟ والأهم مين المسؤول؟ الليلة احنا مش هنحكي القصة، احنا هندور على الحقيقة. 4 مايو 2025، يوم عادي جدا في كلية العلوم بجامعة الزقازيق. الطلبة رايحين امتحاناتهم والدنيا ماشية زي كل يوم، لكن الساعة 1:40 دقيقة الدنيا اتقلبت. صوت خبطة جامدة بيهز المكان وصوت صريخ بيقطع الهوا. الناس بتجري والدكاترة بيخرجوا وبيلاقوا طالبة على الأرض غرقانة في دمها. البت دمها كله بيتصفى وبتفضل نص ساعة واقعة على الأرض بتسارع الموت. الكلية اتقلبت وحصلت حالة من الهلع. الكارثة مش في كده، الكارثة إن كلية علوم كانت جنب المستشفى تقريبا، بينهم كيلو يعني دقيقتين بأي عربية. والبت فضلت نص ساعة مرمية على الأرض بتطلع في الروح لحد ما الإسعاف جت خدتها وهي خلاص روحها بتطلع. والطلاب اللي كانوا هناك كان بيقول ان في دكتور كان بيقترح ان هو ياخدها المستشفى بعربيته، ولكن المسؤولين اللي هناك رفضوا ان حد يلمسها. والطلاب كمان كانوا بيقولوا ان المسؤولين اللي هناك كانوا بيتعاملوا مع الموضوع بمنتهى البرود وعدم المسؤولية، وان كمان لما حد كان بيصور المشهد كانوا بياخدوا التليفون بتاعه وبيسحبوا منه الكارنيه. والطلبة كمان بتقول ان الاسعاف لما وصلت اتعاملوا مع الموضوع بمنتهى البرود وعدم المهنية، وكمان كانوا بيتحركوا ببطء شديد. وكمان الطلاب بيقولوا ان البت لما وصلت المستشفى ما دخلهاش بسرعة عشان ما كانش معاها اثبات هوية، وكمان الطلاب اللي كانوا معاها ما دخلوش عشان ما كانش معاهم اثبات هوية. في ناس بتقول انها كانت واقفة لوحديها وقت وقوع الحادث، وناس تانية بتقول ان كان في طالبة واقفة معاها، وكمان في اشاعات بتقول انها كانت بتعيط قبل ما تقع. لكن الاكثر رعبا ان الكاميرات اللي في الكلية مش شغالة. ايوه زي ما بقولك كده، اللحظة اللي كانوا محتاجين فيها دليل الكاميرات كانت مطفية، بس الجامعة صرحت النهاردة ان الكاميرات شغالة وبتتفرغ في النيابة. في ناس بتقول انها رمت نفسها، بس اللي يعرفها بيقسم انها كانت طبيعية جدا في اليوم ده. وكمان في اللي بيشك انها اتزحلقت، حد كان معاها، حد هددها، هل في حاجة حصلت جوه الكلية محدش يعرفها. اسئلة كتير وكل اجابة بتفتح باب جديد للغموض، ولحد دلوقتي مفيش بيان رسمي واضح يشرح اللي حصل بالتفصيل، بس الواضح ان في حاجة مش مفهومة وحاجة مش مريحة. هل كانت حادثة ولا جريمة متغطية؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات. انتوا شايفين فعلا انها فعلا وقعت ولا حد وقعها؟ وانا مستني تحليلكم، لان الحقيقة ممكن تكون وسطنا ومستنيين نكشفها سوا. روان ناصر اسم جديد في قائمة طويلة من الناس اللي راحت ضحية الإهمال أو الصمت. ممكن تكون وقعت لكن صوتها وقع قلوبنا كلنا. احنا متطالبين ان احنا نسأل وندور ونتكلم علشان مفيش روان تاني تمشي في سكوت. سلام.